أهلا وسهلا بحضراتكم. تغطية هامة جدا جدا من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي 2026. نجوم مصر وكمان نجوم الجزائر، أكبر نجوم في الجزائر متألقة باللباس التقليدي الجزائري والقراقو الجزائري. تعالوا مع حضراتكم كده نشوف تفاصيل أكتر، بس في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش لايك على الفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. النهاردة بنتكلم عن افتتاح الدورة السادسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي 2026. المهرجان السنة دي قلب الموازين، ده مش مجرد سينما، ده احتفالية ضخمة كبيرة جدا 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 بمرور 6 سنوات من الإبداع، والدورة دي استثنائية. النجوم اللي خطفوا السجادة الحمراء وإيه حكاية؟ طبعا كان في مسابقة كبيرة جدا جدا، كانت مسابقة الذكاء الاصطناعي. إيه حكايتها؟ حضراتكم في تفاصيل كتير جدًا، جدًا، جدًا في الفيديو النهارده. وكمان أكبر حاجة وأعظم حاجة النهارده إن كانت مصر هي ضيفة شرف المهرجان، وده مش من فراغ. المهرجان بيحتفل بالروابط القوية بين السينما المصرية والجزائرية، وأهم لفتة كانت الاحتفاء بذكرى المخرج العالمي، المخرج الكبير جدًا، جدًا يوسف شاهين، اللي ليه تاريخ وبصمة متميزة جدًا، جدًا بحضوره. وكمان في نجوم مصريين كتير جدًا، أكبرهم النجمة الجميلة إلهام شاهين، وكمان سلوى محمد وداليا مصطفى. والمهرجان كان ليه طعم خاص وطعم جميل جدًا، جدًا، وأضاف بهجة كبيرة جدًا للافتتاح. كان في كمان نظرة على الأرقام عشان خاطر تعرفوا حجم الحدث. المهرجان استقبل أكثر من 2000 فيلم من 101 دولة، وتم اختيار 55 فيلم بس للمنافسة من 20 دولة متوسطية. المهرجان ده بيستمر من 25 ل30 إبريل 2026. طبعًا المهرجان ده كان برئاسة الناقد محمد علال، هو إطلاق مسابقة للأفلام المنتجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 8 دول. الخطوة دي بتنقل المهرجان لمستوى عالي جدًا، جدًا، مستوى كبير جدًا، مستوى عالمي مواكب للتكنولوجيا اللي حضراتكم شايفينها. وطبعًا السجادة الحمرا كانت يعني كانت حاجة مميزة جدًا، وكانت ترند كبير جدًا، جدًا. في آخر المهرجان حبّوا إن هم يحتفلوا بالنجمة الجميلة إلهام شاهين، وهي لابسة الكراكو الجزائري من أكبر مصمم جزائري. ده كان حاجة جميلة جدًا، جدًا، جدًا. وكمان اختاروا الفنانة الجميلة داليا مصطفى، كانت عضو لجنة التحكيم بإطلالة رقيقة جدًا، جدًا. كانت لابسة برضه لباس تقليدي جزائري، وكان في نجوم كتير جدًا، جدًا جزائريين، نجوم كبار جدًا، مش عايزين ننسى أي حد، نجوم ليهم اسمهم ووزنهم. ربنا يا رب يحميهم، ودايمًا نبقى كده إيد واحدة، نبقى في ضهر بعض وسند بعض. ربنا يا رب يحفظ جميع الدول العربية. وانتهى الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامة.